ولقد انتظرناك في إسبانيا كما وعدتنا، انا والله ولكن جاي، لم والله تأتي. جاي، والله جاي، والله جاي. علي. لا انت على العموم، لا، الان في حراك اسباني لطرد التبوني، خلوهم ينظفوهم وانا نجي انا. نعم 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 نعم. وباعتباري الأخ أسعد يعني أنتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم على المغرب، والسلالات التي تعاقدت على المغرب هي كثيرة ومنذ قرون، ومن الأدارسة إلى المرابطين إلى الموحدين إلى المارينيين إلى السعديين وثم العلويين. أما الأخ أسعد سميت، أو إذا دخلت وقمت بكتابة عصر القهر الاستعماري في الجزائر، فترى أن تركيا 3 قرون و20 سنة وهي يعني مستعمرة للجزائر من 1516 إلى 1830، ثم فرنسا 132 سنة، فما انت شوف احنا من الادارسه الى العلويين. اذا جيت وشفت التاريخ الجزائري يمتد من 1958، 13 رئيس كاين، بين رئيس مؤقت وانتقالي ومنتخب. بدا من فرحات عباس ب 1953 الى 1961، بن يوسف بن خده. وللتذكير هذا بن خده عندنا في نواحي مدينه فاس، عائله جد معروفه. امتد حكمه من 1961 الى 62. احمد بن عبده 63 95. هواري بومدين من 65 78. رابح بطاط 78 الى 84. الشاذلي بن جديد 84 الى 92. بوضياف هذه 92 اسماء هذه فقط. اسماء علي رؤساء كاتب. الجزائر، اول مره نسمع بهم يا اخي رمزي، نعم اسمهم. نعم، 13 فقط، 13 بين رئيس منتخب ومؤقت وانتقالي. دخل تشوف اخي، 13 فقط، هذا الذي نعرف رؤسائهم من الناحيه التاريخيه. اذا تاريخهم يمتد من 1958 الاخ اسعد، وهذا هو المشكل. وتتهضر لي على الادارسه ونجي نهضر، شوف فوقاش كان الادارسه ونجيو نهضروا على 1958. فهنا الاخ اسعد، فالصمت عن الجاهل والاحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسود تخشى وهي صامتة، والكلب يخسأ العمر وهو نباح. فبالتالي كيف سأناقش 1958 وتاريخ المغرب ضارب لسنوات؟ أما إذا مشيت السلالات القريبة في المغرب يعتبر من النماذج المثالية، يعني نماذج. اما الى مشينا للحضارات، اجي نهضر لك السي اسعد على الاشولينيه والمستيرينيه والعاتريه والايبوموريزيه والكاريدياليه، وهكذا قرون 400 الف سنه. السي اسعد، انا اتحدث عن 400 الف سنه وهم يتحدثون عن 1958. فيه يعني 132 سنه لفرنسا، 3 قرون و20 سنه لتركيا. فبالتالي انا والله لا حشمت، انا حشمت، ولكن الذي حشمت وعرقت، ولكن عندما يعني تنحس بواحد الانفتاح في تلك الابتسامه الرائعه لك، تلك الابتسامه التي انا بارك الحجر التبون الذي اريد ان اشتريه منك الاخ اسعد قبل أن يأخذه مني، لأنه للتاريخ سوف يعني أضعه وسط أسرتي، وسط الصالون، حتى أري أبنائي وأذكرهم أن التاريخ الجزائري هو تاريخ لا يتعدى أسعد الشرعي إلى اليوم. فالحضارة هي حضارة بتلك الحجر الذي أريد أن أضعه في صالون، حتى أتمتع بتبون وأتمتع بتاريخه العالمي، وأتمتع بتاريخه الاقتصادي، وأتمتع بتاريخه السياسي والعدالة والحكامة والعدالة الاجتماعية. تلك الحجر الذي رفعته السيد أسعد الشرعي هو له رموز التي يجب على الجزائريين أن حجر، والحجر ماذا؟ حجر لا يتحرك. فبالتالي كان من الواجب على الجزائريين عندما يطلعوا عند الأسعد الشرعي، السيد أسعد الشرعي، يطرح السؤال: ماذا تقصد بتلك الحجر؟ أرجوك أسعد، أرجوك أن تعطيهم درسا في الحجر التبوني حتى يفهم هؤلاء أننا الفرق بيننا وبينهم تاريخ كبير عريض طويل، فيه ديمقراطيات وفيه سلالات وفيه. شكرا الأخ أسعد، تحياتي احتراما للوقت. انا دكتور، يعني اقترح عليكم، ما رايكم قناتي في اليوتيوب اسميها قناه الحجر؟ والله عجبني الاسم.
وأنا أصبحت مغرم بالحجر. تصويت في التعليقات. قناة القناة أحولها إلى قناة الحجر، وتبقى هكذا اسمها قناة الحجر، وأنا أبقى ابن حجر تكون العسقلاني. قناة الحجر التبوني هكذا حتى يكون للتاريخ تاريخ تبوني رائع. الإخوة الجزائريين احترموا وتواصلوا، وحتى نعطيكم قليل مما نعرف. المغاربة لسنا هنا من أجل أن نتدارك تاريخنا، بل فقط نذكركم لعل الذكرى ينفع المؤمنين. تحياتي الأخ شكرا أسعد. شكرا شكرا يا دكتور، الله يحفظك، وزودنا برقمك يا أخي عشان نتواصل إن شاء الله. الأخ عنتر، تفضل يا عنتر. السلام عليكم.